في شباب كتير جدا في مصر فاهم ان هو جامد جدا، فظيع، مريع، لمجرد ان هو عنده كيا سيراتو موديل 2017 عامله 300,000 وعايزه عفشه بس فيها جنوط وازاز. حلقه جديده من سلسله الكولت. ايه هي الكولت؟ كولت، عارف لما تخش مجتمع يبقى فيه شويه ناس التصرفات بالنسبه لك انت كشخص جديد مريبه جدا، بس بينهم وبين بعضهم ده العادي. انا مش عارف انا مهايبر كده ليه. المهم النهارده هنتكلم عن الكولت، والناس اللي هنتكلم عليهم النهارده هم مجتمع العربيات. مجتمع العربيات ده من المجتمعات اللي تبان من بره كده مجتمع عادي جدا، ما فيهوش اي حاجه، مجتمع طبيعي، ناس طبيعيين بيحبوا عربيات عادي جدا، طبيعي يعني، رجاله وعربيات وتستوستيرون، ثلاثه نفس المعنى في لغات مختلفه يعني اصلا. اكيد وانت صغير، اكيد اي راجل وهو صغير او معظمنا كان بيحب العربيات، وده شيء مفروغ منه. لو انت من جيلي يعني بتحب سابق ولاحق، حاجات كتيره قوي يعني. اكيد انت كنت بتحب يجيلك عربيه بريموت كنترول. انا عارف ان هو ما كانش بيجيلك، بس انت لو كان بيجيلك عربيه بريموت كنترول فانت اكيد من اعلى 10% في المجتمع. انت في اعلى قمه الهرم. في ناس بقى الحكايه دي طولت معاهم واخدوها في حته تانية خالص وهم كبار. هي الحكايه ما ابتدتش كده. الحكايه ان هم ابتدوا يتسرسب لهم حاجات كده وهم صغيرين. اولهم طبعا عربيات وسابق ولاحق، كسر العربيه وتطلع الموتور. انا عارف عشان كمان كنت بعمل كده. سلسله فاست اند فيوريوس، طبعا احنا عارفين يعني فاست اند فيوريوس زمان في 2006 و2003 والحوارات دي. وشفت بقى بول ووكر بعربيه النيسان جي تي ار ومش عارف ايه والجي دي امز وكده. عندنا مين تاني توب جير. لو انت بتتفرج على توب جير طبعا كنت من اعلى 10% في المجتمع. تفهم انجليزي وانت صغير صعب جدا يعني. نيد فور سبيد، والعربيه البي ام دبليو الاي 46 اللي كنت بتمشي دمدم بيها المال. تقول لي بقى محمد حمدي ولا ما الناس دي هي اللي اتربت صح. انت كده شخص من كلت العربيات. انصحك تروح تكشف بقى. انا لحد دلوقتي لسه بره على القشره، انا ما دخلتش وتعمقت في اي حاجه. نخش بقى. المهم لو انت اخترت ان انت تكون شخص او شخصيه في الكلت بتاعت العربيات او مجتمع العربيات، انت شخص مختلف، انت شخص مجنون، شخص بتحب العربيات. فانت لو جبت عربيه زيرو يبقى انت دمك مباح في المجتمع ده. بالنسبه لهم انا عادي جدا يعني. هات يا عم عربيه زيرو ما تفرقليش. انت لازم تجيب عربيه مستعمله تبقى طالع ميتين ابوها، ماشيه 300,000 كيلو. 300,000 ايه؟ تبقى ماشيه 3 مليون كيلو. امال انت عايز تجيب عربيه عاديه؟ امال ايه؟ انت كده مش شخصيه مختلفه. تفرق ايه عن محمد اللي جاب الانترا، ولا عن محمود اللي جاب نيسان؟ انت كده شخصيه مختلفه. وخلي بالك كل ما كانت العربيه متدمدمه ومتكسره وموديلها قديم وهتصرف عليها اكتر. بتحب عربيات يا ابني، ما تهزرش بقى. كل ما كنت شخصيه محنكه اكتر في العالم ده يعني انت كده بتلف، انت كده ليفل اكس، انت كده مش طبيعي كده. انت كده يو جين ريسبكت. ليه بقى؟ لان انت هتعمل كونتنت على التيك توك لريستوريشن العربيات. بص اهو، تزا انفينيتي ايه اند حط بقى الاغنيه بتاعت فيلم اب. وهنا بقى كنت اول مره اغسلها، وانا كنت اول مره اركبها، وهنا كنت اول مره مش عارفه ايه. تمام؟ انا كده اديتك اول خطوه عشان تبقى من الكوميونتي بتاع العربيات. خلاص عرفت اول خطوه، هتروح تجيب بقى عربيه نوعها. انا قلت عربيه قديمه بس يعني ما تروح لهمش ب 28 برضو، فاهم؟ مش هتخش يا معلم، مش هتخش. في عربيات معينه او عربيات منتشره في المجتمع ده لازم تفكر ان انت تجيبها عشان تنضم. لو ما جبتهاش خلاص انت هتبقى شخصيه طبيعيه جدا بتحب عربيات يا ابني، ما تهزرش بقى. وخلي بالك الدنيا جوه متحزبه يعني، الدنيا مش سهله زي ما انت فاكر. تنضم لاني مجتمع من المجتمعات. احنا عندنا في مجتمع العربيات مش عندنا، ما عنديش حاجه. انت لازم تنضم لحزب من الاحزاب. اول حزب ان انت تجيب عربيه كوري، الحزب الثاني عربيه ياباني، الحزب الثالث عربيه خلينا نفترض ان انت اخترت تجيب عربيه كوري بكامل ارادتك وحريتك، عشان انت يا دوبك البادجت على القد. انا مقدر احوالك عادي، انت مش لوحدك، معظمنا بيعمل كده. دونت فيل سوري. جبت عربيه كوري زي الهيونداي بكل مشتقاتها بقى، لان دي الفئه الاوسع. دايو، نوبيرا بقى، والحوارات دي كلها، وكيا. انت اخترت تجيب عربيه من العربيات الثلاثه دول.
انا الطبقه دي بتستفزني جدا. جبت العربيه خلاص، اطلع بقى بسرعه على طول السمكري، روح ادهنها اي لون غريب، اي لون مريب مش هتلاقيه في الشارع، برتقالي، خوخي، بنفسجي، اي لون متخلف مستحيل تشوفه في اي حته، روح ادهنها كده، لان دي هتبقى نقطه تميزك يا معلم. انت هتبقى صاحب الخوخايه، صاحب المانجايه، او صاحب الفراولايه، انت هتبقى الشخصيه دي. ولما بقول انت هتبقى صاحب الشخصيه دي انا بقولها اقصدها بجد، انت هتلغي شخصيتك، انت هتبقى صاحب الفراولايه، الانترا الكمين، والناس دي حقيقيه بجد، انا ما بهزرش. على التيك توك كده هتلاقي الناس دي كلها موجوده. هنقف هنا، اطلع يا حيوان على طول على العفشجي. انت لو كاوتش عربيتك في بينه وبين الرفرف اكتر من صباعين، وانا اقصد صباعين بجد، يعني هتحط ايدك كده او كده بالكتير وتحط، انت شاذ، انت جاي تصغرنا يالا، ما تنضف بقى يالا وتشتغل صح. ما تروح يا عم عند اي عفشجي يقصرها لك، قص السوسه تك تك على طول، هتلاقي العربيه بقى في فرق بين الكاوتشين عشان تبقى زي صاحب الخوخايه مثلا. مالك انت شخص مختلف، تحب عربيات يا ابني، ما تهزرش بقى. هنقف هنا، هتروح بقى تنزل شارع دمشق، تنزل عند اي حد اكسسوارات عربيات، اي غرزه اكسسوارات عربية، تروح تفيم العربيه كلها ضرب عشان لما تتقفش في كمين تتعكش صح، يعني ما يسيبكش. باشا لا ما شفتش. نيجي عند اكتر حاجه مستفزه ممكن تشوفوها في حياتكم، وهي الصراحه بتستفزني انا كمؤمن اكتر استفزازا في هؤلاء الشخصيات. انت لو مش مركب اكتر من 15 سماعه يبقى انت سوري، انت مرفوض، اتفضل اطلع بره، ما ينفعش تبقى معانا. روح ركب عده صوت فيها 15 سماعه اقل حاجه عشان تبقى اكسبتابل معانا في الكلاب بتاع العربيات الدايو. تروح عند الراجل هتدفع تقريبا 50,000 جنيه في عربيه ثمنها تقريبا 200,000 جنيه عشان تبقى روش طحن، يعني ما بهزرش. وانت لو مستهون يا اسطى بحوار الساوند سيستم ده هناك مقدس بجد، ما بهزرش والله. ما ينفعش تبقى صاحب دايو لانوس او نوبيرا ولا كيا ولا هيونداي وما تبقاش مركب 15 سماعه وجي ام جدا. انت دمك مباح لو مش عامل كده. عندهم برضه مش عندنا. انا حاجه ان شاء الله تركب سماعتين قدام كمان وبلاش حاجه طبعا، انا ما تفرقليش. معايا 28 عادي جدا، يعني مش هقدر احكم عليك، انت راجل صرفت يعني. مفيش كنبه، العربيه 9 فردين، ما نهزرش يا جدعان، الشغل شغل. وتمشي بقى مشغل مسلم، لو بني ادم طبيعي بص على العربيه بقى من بره كده انت ماشي مشغل من غير الدنيا دواره، من غير انت لما تبص على العربيه من بره انت عارف العربيه دي حصل فيها ايه، متفيمه ومتسقطه ومشغل موسيقى، خلاص كل الادله بتثبت اللي حصل في العربيه. انا مش هرشد والله ما اعرف يا باشا. وطبعا مش محتاج اقول ان انا بهزر، انا بهزر. نيجي بقى لو انت رحت اشتريت عربيه ياباني ميتسوبيشي عادي جدا زي عامه الشعب، مكوى بقى، بومه، اي عربيه شرق، تروح تشتري عربيه ميتسوبيشي لانسر، انت عليت نفسك شويه، هنا طبقه اعلى سنه، اعلى بس اعلى 10 متر عنه، سنه 10 متر. احنا اتفقنا ما ينفعش تبقى من مجتمع العربيات ويبقى عندك صباعين. مش هتروح بقى تقص السوست زي بتوع الكوري بقى، ما تقلش منا يا عم. هتشيل كل العفشه وتركب اير. تقول لي ايه هو الاير؟ الاير ده بيبقى عباره عن سوست بتطلع وتنزل برمود كده، او تطلع وتنزل كده. والصراحه الدنيا بتبقى فيها ذوق شويه، يعني عربيات الياباني فعلا شكلها حلو، انا فعلا بحبها. العربيه شكلها حلو، يعني بيبقى شويه ناس عندهم شياكه، بتفيم الازاز نص تفيمه كده، مش لازم بقى تبقى مفيمه كله. ممكن برضو تروح يعني تركب شويه استيكرات جي دي ام بقى. لا يقول لي ايه هو الجي دي ام؟ قول له الجي دي ام ده جابانيز دومينيشن ماركت، ده انا لقيتها كده على اليوتيوب او لقيتها كده على جوجل، ما تسالني. تنويه ما ينفعش تبقى من اصحاب العربيات الياباني تروح تجيب تويوتا كرولا. ما تصغرناش يا اسطى، هاتها وانت عندك 40 سنه. احنا عايزين نبقى شباب روشه، احنا بتوع العربيات، احنا الشباب المختلفه، يعني ما تهزرش. الهوندا كل تقديري وحبي للهوندا، ما اقدرش اتكلم عليكي طبعا، عربيه بجد بيعملوا مهما يعملوا عربيه حلوه والله العظيم. تبتدي تسمع مصطلحات بقى في المجتمع ده، ستانس، نومه، عفشه. خلاص انت ما عندكش اصحاب دلوقتي، انت صاحبك العفشجي، انت هتبات عنده ليل نهار. العربيه لازم تبقى نايمه على الارض. حوار السماعات برضو عندهم حوار السماعات زي الرجاله الكوري، بس يعني ما بيبقاش كتير، يعني بتبقى رايقه كده، الدنيا بتبقى لذيذه وشيك. انا قلت لك في الاول العربيات الياباني اصلا بتبقى شيك لوحدها كده. شوف بقى، اعمل مهما تعمل عربيه شيك. هتيجي تسالني طب يا مؤمن هو الناس دي ما بتجريش، ما عندهمش حاجه بتجري في العربيات الياباني دي؟ هقول لك في ممكن تبقى شخص مختلف بقى، انت شخص مختلف وما تنايمش العربيه على الارض قوي، بس تروح تركب مكنه في عربيتك 2000 او 2400، ساعتها انت خلاص يعني تعتبر يعني مالكش كلام قوي مع الياباني دول. تبتدي تحك بقى، تكسر وتندب وتخصم الالماني، ويعني دول ممكن تلاقيهم 4 في كل 100 عربيه. بلاش 4 في كل 100 عربيه، 4 في كل 200 عربيه. بهزر يعني في الرينج ده 4 في كل 20 عربيه هتلاقيهم يعني، بس هم الاكتريه بيبقوا رايحين ناحيه النومه والستانس والكلام. نيجي بقى لاخر مرحله خالص. انت دلوقتي شاب غني ومتروش
وقررت ان انت تجيب عربيه الماني، وانا شايف المولد بتاعتك، شايف قصتك، انا شفتك في عيني دلوقتي من غير ما تبقى قدامي، لان مفيش عربيه الماني دلوقتي مفيش عربيه الماني اقل من مليون جنيه عادي، سواء بقى جبت سيات بيون، كوبرا، فولكس. تمام خلاص، جبت العربيه الالماني بتاعتك، تجري على طول على الحرفيين تسقط سيستم، عشان ما ينفعش تبقى عندك عربيه الماني ماشي بعربيه يعني 1600 سي سي يعني زيك زي الياباني والكوري. ما تهزرش بقى يا اسطى، ما تصغرناش يا عم. انا ماشي بهزر. رجع هتروح زي ما قلت لك، تروح عند الراجل تركب سيستم 2000 تربو. لو مش عارف يعني ايه سيستم، السيستم ده عباره عن موتور وفتيس ضفيره كهرباء عفشه. تروح تجيب عربيه تسقطها في عربيه، يعني انت دفعت 800000 جنيه تروح تدفع 200000 جنيه كمان عشان تركب السيستم 2000 تربو، تعرف تجري وتبتدي بقى تنزل على ويل برو دراج ريس. ده جروب على الفيسبوك لو مش عارفين، ده في كل الناس هناك اللي بتسابق وكل مجتمع العربيات هناك. تبتدي لو انت صاحب دلوقتي عربيه الماني تتكلم فرندلي ران مش عارف ايه، عايز تجري مجنون، هتنزل في ماستر، تقعد في ماستر تتكلم، تبعت وتسابق، ونلاقي الناس بتصورك عادي، ينزلوا كل شويه، ممكن تخش على الجروب تشوف. والناس دي بيبقى فيهم طابع اللي منتشر قله سلكان. الرجاله بتوع الالماني دول بيبقى فيهم قله سلكان كده. ليه؟ لان كل واحد فيهم بيبقى ماسك الموتور مطلع 3 ميتين اهله، فك الموتور وركبه كله من الاول، ويعني غير تربو وغير وده ستيج 1 في 2 في اير ويقول لك المكنه ستوب. طبعا رجاله البي ام دبليو انا مش هتكلم عليهم، لان هم اصلا بيجيبوا العربيه عشان يعطوا، وفي الغالب ما بيركبوهاش، لان هم اصلا بيبقوا معظم الوقت في الحرفيين بيصلحوها، فيعني ما عادي يسيبوهم، ربنا يتولاهم. طيب انت دلوقتي عايز تتجنب المجتمع ده، هتعمل ايه؟ مبدئيا ما ينفعش يا اسطى تروح تموم من بعد الحي العاشر. عديت الحي العاشر خلاص كده انت معرض للعدوى بنسبه 90%. ما بهزرش يا اسطى، هتتعدي يا اسطى. اياك تنزل شوارع مشهوره انها فيها اكسسوارات عربيات، اياك. ليه؟ لان انت هتصرف كل اللي في جيبك. والله العظيم الموضوع ممتع اكتر مما تتخيل. ممكن برضو تتجنب انك تصلح عربيتك في الحرفيه. اوعى يا اسطى تصلح عربيتك في الحرفيه. هتروح هم هناك بياخدوا قطر من العربيه، هياخدوا قطر من عربيتك وتفضل رايح جاي عليهم على طول. شوف رجاله البي ام اهم قدامي، كل واحد بيروح هناك يصلح ما بيرجع، بيفضل رايح جاي. يا اسطى انت اكبر من كده يا اسطى، انت روح يا عم هات نيسان عادي، نيسان صني، وخليك زي بقيه الشعب، اطلع يا عم من هنا. وفي النهايه حابب اقول ان انا عادي جدا بهزر معاكم، انا عادي جدا. اصحابي يعني اعرف ناس كتير من الناس دي وبهزر يا اسطى، ما تاخدهاش على صدرك، عادي يا صاحب الفراولايه، احنا يعني بنهزر مع بعض وكل الحب. اعمل اللي انت عايزه، انت حر وانا حر، ويلا سلام.